الخطوه الاولانيه اللي انت محتاج حضرتك تبقى شاطر فيها في التعامل مع ادوار البرد والانفلونزا، ان انت تقدر تعرف الاعراض اللي عند المريض كلها بدقه بقدر الامكان، وتعرف ايه اكتر عرض، ايه هو الميجر سيمتوم اللي مضايقه واللي ظاهر عنده عامل له مشاكل. يبقى دي الخطوه الاولى. The common people already able to diagnose most of their symptoms correctly and also have good knowledge of many OTC medications. So you need to dispense the right drug to the right patient with the right dose. يبقى انت شغلة حضرتك مع ادوار البرد والانفلونزا مش ان انت تشخصه. ادوار البرد والانفلونزا غالبا بنسبة كبيرة تشخيصهم سهل خالص والموضوع مش متعب. تمام، خلاص احنا فرقنا ما بين الفلو والكومن كولد والكوفيد المحاضرة اللي فاتت، وعرفنا هنعرفهم ازاي ده من ده من ده. لكن انا مشكلتي دلوقتي في ايه؟ ان البيشنت اللي جاي لي ده محتاج اطلع له الدراج المناسب له، لان انا عندي ادويه برد كتير جدا في السوق، واطلعه له بالدوز المناسبه له. بعد كده الانتي بايريتكس والانالجيسكس، ودول مش قصه او مش صعبين، بس انا عايز انبه عليك فيهم في حاجه. ايه هي؟ مبدئيا خلينا نفتكر ان انا عندي الباراسيتامول. الباراسيتامول هتلاقي منتجات في السوق بتحتوي على الباراسيتامول بس، زي البنادول مثلا، ده بيبقى 500 مللي جرام، وهتلاقي اصناف في السوق فيها 1000 مللي جرام. طيب جرعه البنادول ايه؟ جرعه البنادول يقول لك خد 2 قرص كل 8 ساعات او كل 6 ساعات. في كل الاحوال هو الماكس دوز 4 جرام في اليوم، بس انا انصحك انك لا اتعامل ان الماكس دوز 3 جرام في اليوم. ما تحطش الاربعه دي في دماغك، لانك لو حطيت الاربعه على البيشنت، يعني لو قلت للبيشنت خد 2 قرص كل 6 ساعات، البيشنت ممكن يغلط وياخد مده اطول فيبقى دخل في الاوفر دوز بعدها. لكن انت لا، حط له الليميت انت 3 جرام في اليوم، يعني 2 قرص كل 8 ساعات. طب راح الدكتور كتب له 2 قرص بنادول كل 8 ساعات، راح الصيدليه انت قلت له مفيش بنادول، في دوليبران ده بارستامول برضو زيه بالظبط وشركه نظيفه وشركه محترمه، ما تنساش تنبه عليه ان ده 1000 ياخد منه قرص واحد فقط. ايه ده يا دكتور مش عادي ممكن ياخد 2 قرص في المره؟ 2 قرص من ابو 500، لكن الكبد عندك ما يقدرش يتحمل غير 1000 في المره. اذا انت مش قلت 3 جرام او 4 جرام في اليوم لكن في الجرعه الواحده 1 جرام. تاني كده، البارستامول اخرنا جرام في الجرعه، طب في اليوم كله 4 جرام، بس هنقول للمريض كام؟ 3 جرام، يعني لو هياخد الدوليبران هياخد منه قرص كل 8 ساعات. طيب حاجة تاني، أنا ممكن كمريض مكتوب لي بنادول وجيت لك بأعراض برد، أنا باخد بنادول عشان عندي صداع أو عندي سخونية، وجيت لك الصيدلية كتبت لي أنت كومتريكس أو كونجستال أو ترايميد فلو أو أي دواء برد، يجي 1 2 3 أي حاجة، وأنت ما سألتنيش إن أنا باخد بارستامول ولا لأ، فهعمل إيه؟ أنا فاكر إن البنادول ده للصداع، والكونجستال اللي انت اديتهولي او ال1 2 3 اللي انت اديتهولي ده للبرد، وانا كمريض ما اعرفش ان من ضمن المكونات بتاعه الكونجستال او البنادول اكيوت هيد اتاكس او الترايميد فلو او ان من ضمن المكونات بتاعته في باراستامول اصلا. معظم ادويه البرد فيها باراستامول اساسا، فابقى انا ماشي على البنادول مع نفسي وانت اديتني دواء فيه باراستامول تاني مشيت معاه وباخد الاتنين مع بعض، كارثه كارثه، تدخل الناس في توكسيستيز، وتوكسيستي الباراستامول بتاخد وقت عشان تظهر. فالله يسترك، الله يسترك، تنبه على المرضى ان الدواء ده فيه كذا وكذا وكذا، هيعالج لك كذا وكذا وكذا، تاخد اي ادويه تانية، لو قال لك اي ادويه تانية مسكنه فيها باراستامول وقف،
انا مديك باراسيتامول من معايا، انا خلاص اديتك باراسيتامول، وقف التاني ما تاخدوش. تمام. تمام. طيب عندي الانسيدز حاجه زي البروفين، في منه قراص وفي منه شراب. كاتافلاي ده ديكلوفيناك، في منه قراص، في منه لبوس للاطفال اللي هو الدولفين. وفي طبعا الكومباينيشن حاجات زي الدولو دي، الدولو دي معمول منه شرب، وفي ال1 2 3 معمول منه شرب ومنه قراص. فقصتنا كلها في الاوفر دوز انك الطفل مثلا ما يبقاش ماشي على البوس دولفين ونديله كاتافلاي، لا ده كارثه. ما يبقاش ماشي على الدولو دي، الدولو دي اصلا بيبقى بروفين، واديله بروفين انا من عندي كالحراره، لا ما التاني اصلا في ميكشر في جواه بروفين. فلما نيجي نصرف الحاجات الكومباينيشن برودكت ننبه على المرضى ان هو كومباينيشن برودكت، وما ناخدش معاه ادويه تانية احنا ما قلناش عليها عشان ما يدخلوش نفسهم في سكه الايه، الاوفر دوز. طب السيوتيبل كومباينيشن دايما اختار التركيبه اللي تناسب المريض. زي ما قلت لك والله في دولو دي وفي دولو دي بلس، امتى اطلع ده وامتى اطلع ده؟ والله ده لو بصينا فيه هنلاقي فيه بروفين وسودو افيدرين اهو، نرجع كده ورا، دولو دي ايبوبروفين وسودو افيدرين. تمام. دي كونجستنت، تمام، ومعاه مسكن وخافض حراره اللي هو البروفين. طب الدولو دي بلس ضيف عليهم ان هو معاهم كلورفينرامين، انتي هيستامينيك. يبقى اخد ده امتى؟ تاخد ده لما يبقى فيه عطس، لما يبقى فيه راني نوز، لما نكون عايزين ننام مثلا ناخده بالليل عشان ننام من التعب، عايزين حاجه تدروخنا وتنيمنا، فده مثلا دول دي بلس. لكن انا عندي مجرد احتقان، مثلا احتقان وصداع او احتقان وسخونيه، خلاص الدولو دي بس هو اللي هيبقى مناسب. تعود تفكر وتذاكر وتكتب لنفسك نوتس، وطبعا الدوزز والكلام ده كله هنخش نجيله من على ليكزيكوم.